حاجة لو عملتها هتغفر لك ذنوبك كلها. ايه هي بقى؟ في حديث سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بيقول: خصلتان، يعني حاجتين لا يحافظ عليهما عبدا مسلم الا دخل الجنة. يعني لو عملهم راجل مسلم كل يوم هيدخل الجنة. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني اللي بيعمل بيهم ناس قليلة جدا. طيب ايه هما؟ يسبح الله في دبر كل صلاة 10، يعني بيقول سبحان الله بعد كل صلاة 10 مرات، ويحمد 10، ويكبر 10، يعني يقول الحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. فتلك 50 و100 باللسان، يعني إيه؟ هما كده 30 مرة في الصلاة الواحدة، في 5 صلوات ب150 ده باللسان بس، وب1050 في الميزان، يعني ب1500 حسنة. الله ايه الجمال ده! يعني تاخد 1500 حسنة عشان قلت 3 أذكار كل واحدة 10 مرات بس. باقي الحديث بيقول: ويكبر 34 إذا ذهب إلى المضجع. والمضجع يعني النوم، يعني لما تروح تنام تقول 34 الله أكبر. ويحمد 33، يعني يقول الحمد لله 33 مرة، يبقى الله أكبر 34 والحمد لله 33. يسبح 33 مرة، يعني يقول سبحان الله 33 مرة. فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ثم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. يعني سيدنا محمد بيقول: مين اللي فيكم هيعمل 2500 سيئة في اليوم؟ يلا شيرها لاصحابك وخد ثواب.